انا اخويا متجوز معانا في بيت العيله، وكل اول شهر واحد من اخوات مراته يجيب لها حاجات قد كده، وطبعا احنا ما بنبقاش عارفين هي فيها ايه. المهم واحد من اخواتها جه في مره ومرات اخويا ما كانتش موجوده في البيت، وانا اتحايلت عليه علشان يسيب الحاجه عندنا وانه حرام يرجع بيها المشوار ده كله، وفعلا اقنعته وخليته يسيب الحاجه عندنا. بصراحه اول ما خدت منه الحاجه انا وماما الفضول كان هيموتنا وعايزين نعرف الاكياس دي فيها ايه. مهم فتحنا الحاجة ولقينا فيها حاجات صراحة شكلها يفرح، وقررنا أنا وماما إن احنا ما نجيبش سيرة ليها وحطينا الحاجة عندنا. تاني يوم لما عرفت من مامتها نزلت وقالت لنا فين الحاجة اللي أخويا جه وسابها عندكم؟ قلنا لها مفيش حاجة جت. قالت لا مستحيل، وبهدلتني وشتمتني وقالت لي يا كداب. انا متاكده ان واحد من اخواتي جم، ناديت ماما وخليتها تضربها وتشتمها وتبهدلها زي ما بهدلتني بالظبط. واخويا اول ما مراته حكت له على كل اللي حصل ما بقاش بيكلمنا ومقطعنا من يومها. قولولي نعمل فيها ايه بعد ما خلت اخويا ما بيعتب لناش حتى بيت؟ طبعا هستنى رايكم في الكومنتس، وما تنسوش اللايك والشير.